قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس، وتعالوا بينا نبدأ فيلمنا. بيبدأ الفيلم مع بطلنا نيك وايلد اللي بيكون قاعد في بار في نص الليل. فجأة بتدخل بنت اسمها دوريس، شكلها جميل جدا، بتقعد جنبه. ساعتها نيك بيحاول انه يلفت انتباهها لكن مش بتعبره. بعدها بشوية بيدخل راجل اسمه اوزجود، وده يبقى حبيب دوريس. في الوقت ده بيروح نيك للبنت قدام حبيبها وبيعكسها، بس المرة دي بيسحبها علشان تقوم ترقص معاه، لكن حبيبها بيحاول يمنعه بس مش بيقدر عليه. وكمان نيك بيشده من شعره ومقلعه الباروكة اللي لابسها، وبيحرج الراجل جدا قدام حبيبته. ولما الراجل بقى شكله وحش قدام حبيبته بيقرر يتفادى المشاكل وبياخدها وبيمشي. لما بيخرج بره بيعرف حبيبته انه كان ممكن يضربه بس ما عملش كده علشانها. وفي اللحظة دي بيخرج نيك وراهم تاني، بس اوزجود بيركب حبيبته في العربية وبيقرر يروح يتخانق معاه، وبيمسك نيك وبينزل فيه ضرب موقعه في الارض. وبيتضح ان صاحبنا جامد مش زي ما باين عليه. ساعتها حبيبته بتنبهر بيه. من الناحية التانية بنشوف دكتور بيسيب نبطشيته وبيخرج بره المستشفى يولع سيجارة، وفجأة بيشوف بنت متدغدغة ومرمية قدام المستشفى وبيجري بسرعة ينقذها وبيدخلوها العناية. بس البنت كل اللي كان على لسانها وهي فاقدة الوعي اسم نيك. تاني يوم بيقوم نيك من النوم وبيروح شغله اللي بيبقى عبارة عن انه قاتل مأجور. المهم بيجي له شاب اسمه سايرس وبيعرفه انه بيلعب قمار وعايزه يشتغل معاه كحارس ليه علشان محدش يتعرض له في كازينو من الكازينوهات بعد ما يخلص لعب. وبيطلب من نيك يقول له على مؤهلاته بما انه هيشتغل معاه. بيعرفه نيك انه واخد بطولة العالم في الملاكمة 3 مرات، كان ضابط في الجيش وعنده فلوس كتير، بس المشكلة الوحيدة انه كذاب. ساعتها سايرس بيقبل منه النكتة الحلوة دي وبيقول له انه ما يبدأوا شغل من النهاردة. وبعد العصر بيجي لنيك الراجل اللي ضربه في الكازينو قدام حبيبته، وبيتضح ان اوزجود كان مأجر نيك علشان يعمل الحوار ده قدام حبيبته وتعجب بيه اكتر، وبيكون جاي علشان يديله حسابه. بعدها نيك بيروح يفطر ويشرب حاجة في مطعم بيعرف صاحبته واللي بيبقى اسمها ماري اللي بيكون باين عليها انها طيبة. بعد ما بيخلص بيرجع على بيته، وهناك بتكون في بنت مستنياه اسمها هولي، ودي البنت اللي كانت متدغدغة في المستشفى في أول الفيلم. أول ما بيشوف نيك اللي معمول فيها بيتصدم. بعدها هولي بتبدأ تحكي له وبتعرفه إنها كانت سهرانة في فندق وفي شخص معاه حراس خدها أوضته غصب عنها واعتدى عليها، وهي ما تعرفش عنه أي حاجة علشان ترفع عليه قضية، وبتطلب منه إنه يساعدها. ساعتها نيك بيسيبها وبيروح على الفندق اللي هي قالت له عليه، وبيدخل أوضة الخدم وبيكون عارف واحدة هناك وبيسألها على راجل بمواصفات الراجل اللي هولي قالت له عليها. بترد عليه الست وبتقوله إنها تعرفه بس طلبت منه يستناها في مطعم محدد وفي ميعاد محدد. لما بتقابله بتعرفه إن الراجل اللي بتسأل عليه اسمه داني وأصله إيطالي وشاب غني ووارث أبوه، وفي دايما 2 حراس ضخام جدا بيمشوا وراه في أي حتة، وبتنصحه إنه بلاش يقرب منه أحسن لأنه ممكن يأذيه. بعدها بنشوف نيك قرر يسمع نصيحة الست وبيروح يكلم هولي وبيقول لها إنه معرفش يوصل لحاجة عن الراجل. بترد عليه هولي وبتقول له انه بيكذب وانها عايزه تحكي له على حاجه، وبتعرفه ان الراجل بعد ما اعتدى عليها مسك مسدس وحطه جوه بقي وقال لي قولي لي انك بتحبيني ولو حسيت انك بتكذبي عليا هقتلك. وبعدها نيك بيقفل معاها بعد اللي قالته له. بيروح علشان يقابل سايرس وبيفضلوا يلفوا على كازينوهات المدينه كلها، ونيك بيحرسه وهو بيلعب القمار وبيقابل واحده صاحبته اسمها الكسندرا شغاله في كازينو من الكازينوهات دي. المهم انه في وسط الليله بيسيب سايرس وبيعرفه انه عاوز يروح، وبيروح على هولي وبيقول لها ان الراجل اللي بتدوري عليه اسمه داني، وبيعرفها كل المعلومات اللي عرفها عنه. كمان بيقول لها انها كدابه علشان قالت له انها عايزه تبلغ الشرطه عنه، لكن في الحقيقه هي عايزه ينتقم لها منه. فبترد عليه وبتقوله انه بصراحه فعلا عايزاه ينتقم لها منه، وده لانها الوحيده اللي وقفت معاه في محنته قبل كده وعايزاه يقف جنبها ويجيب لها حقها من اللي اعتدوا عليها. بعدها نيك بياخد بعضه وبيروح على الفندق اللي الراجل قاعد فيه، ولما بيخبط على باب اوضته وبيطلب يقابله الحارس بيرفض، لكن نيك بيقول له انه جاي له من طرف بيبي، بس برضه الحارس بيقفل الباب. لكن لما بيدخل بيقول للحارس التاني على اللي حصل، بيقول له ان الراجل جاي من طرف بيبي وانت بتقفل الباب في وشه، وبسرعه بيقول له يفتح الباب. طبعا بيفتش نيك قبل ما يقابل الزعيم بتاعه اللي هو داني. المهم لما نيك بيقابل داني وبيسأله على اللي عمله مع هولي، بيتريق عليه داني وبيقول له ياخد 50,000 دولار ويشيل الموضوع من دماغه، بس بيسحبهم تاني وبيقول له انت صدقت ولا ايه، وبيطلع مسدس وبيهدده بيه انه هيقتله لو ما قالش انه هو قد ايه شخص عظيم. وفعلا نيك بيعمل كده وبيطلب داني من رجالته انه هو يطلعه نيك بره، بس بيقوم بطلنا مطلع كارت الفيزا بتاعه دابح بيه الحراس وقتلهم.
وبعدها بيضرب داني وربطه وكتفه وبيتصل على هولي علشان تيجي تاخد حقها. لما بتوصل هولي بتكون جايبة معاها مقص ومصممة انها تقطع لداني اللي اعتدى عليها بيه لو ما قالهاش انه بيحبها، ولو حاسة انه بيكذب هتقطعه. المهم بعد ما بتزله بتقرر تسامحه وبتاخد الفلوس اللي في الدرج هي وناك وبيمشوا. ولما بينزلوا تحت بيقسموها مع بعض وبيقرروا ان كل واحد فيهم يهرب ويسيب البلد، لان اكيد داني هيوصل لهم ويقتلهم. بس ناك بيقرر يروح يلعب قمار بالفلوس اللي معاه، يمكن يكسب النص مليون اللي بيحلم بيها قبل ما يسيب المدينة، ووقتها يقدر يسافر زي ما هو عايز. وفعلا بيروح على الكازينو وبيقعد يلعب، بس للأسف بيخسر جزء كبير من الفلوس وبيقرر ما يكملش. وبيقعد يتكلم شوية مع سايرس، بس بتجيله فكرة، بيبقى خلاص فهم النظام بتاع الكازينو وبيقرر يروح يلعب تاني. فعلا بيروح وبيبدأ دور ورا دور وبيكسب لغاية ما بيكسب $500,000، وبكده بيكون حقق كل أحلامه. وبياخد سايرس وبيروح علشان يسحب الفلوس بتاعته ويمشي، لكن في آخر لحظة قرر يرجع ويلعب تاني، وبيقوم يروح يقعد على الترابيزة ويراهن على $500,000 كلهم مرة واحدة، وده علشان يبقى معاه مليون. طبعا علشان الطمع قل ما جمع بيخسر كل الفلوس وبيطلع من المولد بلا حمص، وبيقعد بقى يلوم في نفسه ويخبط دماغه في الحيط. وبيقعد سايرس معاه ويهديه وبيقول له انه عايز يعترف له بحاجة، وانه مش مقامر ولا حاجة ولا عايزه يحميه، وانه اصلا مبرمج ومليونير، بس للأسف جبان وعايزه يعلمه كل حاجة هو بيعرفها وبيديله كل اللي هو عايزه. لكن ناك بيتضايق وبيقرر يخرج يقعد في الكازينو تاني. فجأة بتجيله رجالة داني علشان ياخدوه، فبيقوم ينزل فيهم ضرب، بس عددهم بيكون كبير جدا، وكل ما يخلص على مجموعة تطلع له مجموعة غيرها لغاية ما بيقبضوا عليه. بس المرة دي بيروح لواحد اسمه بيبي، وده يبقى راجل مليونير ناك عارفه. بيكون داني راح له واشتكى له من اللي حصل. والمهم الراجل اول ما بيشوف ناك بيقول له ليه مزعل الناس منه، وان داني جاله وقال له انه تهجم عليه في مكانه وكمان سرق فلوسه وقتل رجالته. بيرد عليه ناك وبيسأله اذا كان مصدقه، وبيعرفه بيبي انه لو مصدقه ما كانش زمانه يبقى واقف قدامه دلوقتي، وبيقول له انه هيواجههم ببعض ولو طلع كذاب هيقتله. المهم بياخده للمخزن بتاع الفندق، وبيكون داني هناك وبيقول لبيبي ان ناك اتهجم عليه بدون سبب وكمان قتل رجالته بالمسدس وسرق فلوسه. ساعتها ناك بيدافع عن نفسه وبيقول انه عمره ما استخدم مسدس، وبيبي بيقول فعلا ان دي حقيقة وانه يقدر يقتل اي شخص حتى لو بطفاية سجاير. بعدها بيقول لبيبي ان اللي يثبت هو بريء ولا لا انه في جرح في مكان معين عند داني. تفتكر حاجة زي دي عرفتها ازاي؟ ساعتها بيبي بيعرف اللي حصل كان بسبب ان داني عمل حاجة لناك، وان نيك ما عملش اللي عمله له ده من فراغ. وساعتها داني بيتضايق وبيزعل، وبعد ما بيمشي بيبي بيحذر نيك من داني وبيقول له يهرب لانه اكيد بيطارده علشان يقتله. بعدها بنشوف ناك بيروح على مطعم ماري صاحبته، وهناك بيلاقي سايرس قاعد جنبه وبيشكره على اللي اتعلمه منه، وقرر انه يساعده يحقق حلمه زي ما وعده. وبيكون سايب له ظرف على الكرسي فيه تذكرة طيران لجزيرة وكمان شيك ب500,000 زي ما كان بيحلم. ساعتها ناك بيشكره وبيقول له ان دي اول مشكلة اتحلت، وبيسأله سايرس عن تاني مشكلة. بيعرفه ناك انه ممكن يتقتل في اي لحظة، ولسه ما كملش كلامه بيلاقي داني ورجالته في المطعم كله ومحاصرينه علشان يخلصوا عليه. في اللحظة دي بيقوم سايرس من مكانه وبيشتت انتباههم، وناك بيستغل الفرصة وبيهرب. ساعتها داني طلب من رجالته انهم يدوروا على ناك في كل مكان لغاية ما يجيبوه، وبيكون ناك سمعه لانه مستخبي فوق سطح المطعم. وبما ان داني عايزه فبيقرر انه يواجههم، وبينط عليهم من فوق السطح وبيهجم عليهم وبينزل فيهم ضرب ومقطعهم كلهم بالسكينة لغاية ما بيتبقاش منهم اي حد سليم. وفي الاخر بيزنق داني وبيكسر عظمه. وبعدها بيكون خلص طاره وهو ماشي بيقابل سايرس وبيشكره على اللي عمله معاه، وبيديله الظرف بتاعه لانه نسيه، وبيودعه لانه خلاص قرر يسافر زي ما كان بيحلم. وهنا بتكون نهاية الفيلم. لو عجبك ما تنساش سيب لنا كومنت جميل زيك كده. سلام.